بسم الله الرحمن الرحيم فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع ومن الضلالة ومن النار. أما بعد إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما في دروس السيرة النبوية الشريفة نتكمل السلسلة الطاهرة للرسول صلى الله عليه وسلم في الحياة نس. نبض الدرس أنقارو درس رقم 38 السجيد الجزء الثاني حتى نهضر في الدرس فيما مضى، وهو يتعلق الأمر بمعجزة الرسول صلى الله عليه وسلم الكبرى، معجزة مقرحنت، وهي معجزة الإسراء والمعراج. في الدرس قاعد نهضر أمك تضرى كيف أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم كيف أعرج أمشي قروح سي مكة المكرمة المسجد الأقصى، أم بعد سي المسجد الأقصى أمشي قولي أري هنوان 7 هنوان. نبضد بالضبط مقبض الرسول صلى الله عليه وسلم السدرة المنتهى. السجن إن شاء الله أنهضر شوية في سدرة المنتهى، نهضر شو دنا العلماء في الناس أشوت أن نولي أشوي ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ذيك هنوان ملي عداي هنوان ولا تصل الأمور من بينه أكبر شيء ولا يولا الجنث يولا ثيمس يولا إذن أشوي سخشامنا ثيمس خاصة يولا كذلك ويقال ذيك شم ربي عز وجل الجنث. بعض الأمثلة كقلان كرا القصص فين اشتقت ندناوي إن شاء الله الساقي. إذن أدنفذوس البداية. إذن فلما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة
كما جاء في الحديث الصحيح عند صحيح مسلم والبخاري وغيرهما إنك ثم علا به أو علا أي الرسول فوق ذلك أي السماء السابعة بما لا يعلمه إلا الله من بضا خطر سفلا إيجني والسبعة على ربك زرانا شو يضرون دينا حتى جاء بي إلى سدرة المنتهى ألمي بصيص سدرة المنتهى يبض الرسول صلى الله عليه وسلم على السدرة يجي قال ثم رفعت لي سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة أم كده لنا ذكيني والسبعة إثلا صدرة المنتهى يجي وهي في السماء السابعة التي ينتهي ما يعرج به من الأرض حاجة يلي نير كل القاعة مي بدر سدرة المنتهى هذه حفظ دين ويش دي باسيانا سدرة المنتهى من الأخبار ومن الملائكة إلى غير ذلك ولاش وين يظن هذه تعدى المكان صدرة المنتهى إنك فيقبض منها شو دي سنسي القاعة يقبض هذه قمذين صدرة المنتهى وإليها ينتهي ما يهبط به أي شيء صار ربي عز وجل أدي حفظ دي صدرة المنتهى فاش تلاقي ذي مكان سلام الرسول صلى الله عليه وسلم السماء السابعة الملائكة وصاريف يعني الأقلام يكتبن القضاء والقدر إلى غير ذلك إنك فيقبض منها مكان يقبض منها فإذا أي كثر الرسول صلى الله عليه وسلم في الشجرة فإذا نبقها مثل قلال هجر قلال هجر لأن العلماء القلة جمع القلال المجموع أطاس القلال والقلة سقفاليث قانس شموخ قلال هجر يعني العلماء كبيرة كما جاء في تفاسير القلال هي القلة التي يحمل فيها الماء ترنجس أمان يترن داخلس كي يعني يدي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم نباقوها أي ثمار نس مقر مليح ثم ينيك وإذا ورقها الورق نص يفريون الصدر يجي المنتهى أما بعد نولي كذلك شد العلماء في الصدر يجي بشرح خاطر اتصل العلماء دي يهضرون في الناس المعاني نص وإذا ورقها يفريون نص مثل آذان الفيلة آذان يعني مزوغن الفيل مزوغن الفيل لكن يعني يفريون الصدر يجي نعم الشجرة يجي كما سيأتي إنه يسير الراكب في ظل الفنن منها الفنن إنه هو الغصن أفروك كي جاء في مرض أفورك قارن الغصن صدير زي لابرونش أفروك نا أفورك يعني الغصن نس الصدرة تاجي المنتهى من الشجرة يجي أفورك يجي إنه يسير الراكب في ظل نس 100 سنة 100 سنة يلحد دون الظل نفور كاين الغصن دون يعني لابرونش كاين صدرة المنتهى الشجرة كاين إنك هذه الحو أزل 100 سنة دون الظل ينس يعني وليك تشيني ثورا 100 سنة هذه الحو أكثر من ذلك إنك هو يستظل بالفنن أو الفنان فنان نعم منها 100 راكب دون الظل كينس زمرنا ذقي من 100 نلعب دواس نظلك تسوي يعني 100 إنسان يستظلون من تحت هذا الغصن إنيك فقال هذه صدرة المنتهى يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنيس جبريل تجي صدرة المنتهى وإذا 4 أنهار تخرج من أصلها لن 4 ان قال انهار يسافن يدفون سي الاصل الدواسه ديال الاصل ينس الاصل ان الشجره يجي صدرت المنتهى بعد نوال انولي العلماء قال الصدره يجي سميت بالصدره خاطر لا الشجره قالنا شجره الصدر هو الجمع الصدرات هو السكد النبق يعني كي باش نشرحها شي السقفايلي مليح ربما يوني زران بالضبط شو النبقه كي شو شجره الصدر المهم كي سميس شجره الصدر
الجمعين السدرات الشجرة يجي التي يخرج من أصلها يتفقد سي الأصل ينس 4 أنهار كاتريفيار 4 يسيفاون إدي تفقد سي الأصل ينس. إن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي رواه الإمام مسلم إنك نهران سيني سيفاون باطنان ندو الحون دوي الحون، ونهران سيني سيفاون ظاهران سين ذنند سين داو. إنك إنيس النبي صلى الله عليه وسلم اللي جبريل إنيس ما هذان يا جبريل أشوت إنك يقول أنهار جديد ذنن والسنجي يقفلن داو أشوتن. إنيس قال أما النهران الباطنان ما إلا هذا السن سيفاونني يقلن داو إنيس فهما في الجنة صحونا الجنة تساوين الجنة النهران فهم في الجنة. وأما النهران الظاهران فالنيل والفرات، النيل والفرات وكذا قلان في نواحي العراق. طبعا دا قد يكفوا الحديث من حيث الأنهار 4 ولكن سكتورا المعنى يجي حقيقة أي سيني سفونني وسند الله صلى الله عليه وسلم شجرة صدرة المنتهى ثم أمشي روليند القاعة الله أعلم. العلماء قال الله أعلم أمشي، لكن يظن العلماء يدي شرحا معنى مجازي، والمعنى المجازي أي ماشي حقيقة. من بينهم الرحيق المختوم المباركفوري ذا خليص يبوي الآراء يدبون كان العلماء النظري كيقارن بلي المعنى ينسد الدين الإسلامي أي وضنا كل مكان أي معنى مجازي ماشي معنى حقيقي. كان ينقارن ضرب بك زرانا ميك. المهم الأصل نسن تفوند سي صدرة المنتهى أمك يعني دو سنة ذا كذا أمك العلاقة نسن الله أعلم والله قادر على كل شيء. يقول زميلانا نفصل مليح مليح نبود كان السن الآراء قلنا ذي المسألة ياك سن أرى إنك وسنين الأنهار سنين يظن خلال العلماء أهضرت فلس كذلك ربما دنوا على رؤوسنا دنوا ليش الدنان. إنك ثم أدخلت الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثم دخل الجنة. أما شوف هذا النوز قلنا في صدرة المنتهى العلماء شو درنا نفلس يعني شو درنا نهضر نفلس يعني بعض الأمور المتعلقة بالشجرة يجي قارند من بينهم الحسن بن علي بن أبي طالب إنيك قال الحسن وقيا في الجنب بعد خطر نهضر كذلك كيف غشيها الله عز وجل ما غشاها صدرة المنتهى يجي إلا يجيس كذلك كما جاء في حديث آخر إنيك ومررت بالملأ الأعلى عند صدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى فلما غشيها من أمر الله وقضات في الأسوة كثير عودة معليش أمر الله ما غشيت تغيرت أمر الله عز وجل ربما كلام الله عز وجل وإلى غير ذلك هيك فتتغير شجرة يجي تبديل من حيث الألوان من حيث يعني الأشكال إلى غير ذلك هناك فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها. أنا مش هناك زمات يدي والصف تلمت تبديل مليح يعني الألوان ينسي إلى غير ذلك إذا كان يعني هنالك أوامر الله عز وجل فهي تتغير من أمر الله من حسنها عليها السندس والاستبرق إنك ويغشاها الملائكة إن شغل مدينة الغراب يعني الغربان يعني مادة سفلى الشجرة أبابريس كم صار يعني تدي والصف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنك وغشيها الملائكة فهي فراش من ذهب إنك وتتحول ياقوتا وزمردا ونحو ذلك يعني في وصفها وألوان ما أدري ما هي. الرسول قال وما أدري ما هي ألوان يعني المعطس وتبدلت وتتغير إلى غير ذلك. وكذلك في قضية وصف الرسول صلى الله عليه وسلم إلا كذلك شو ولا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا سن يعني مدينة بعض الصحابة مثل بلال بن رباح يسلم خشك كذي الجنة فقال ما هذا يا جبريل الناس وقي مدينة بلال بن رباح ماشي سبق الرسول ولكن كان يتوضأ يصلي ركعتين فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة أنه له خشخشة يعني مدينة يعني هناك يعني في الجنة كما جاء في أحد الأحاديث خشفة كما جاء.
وقال نجي خاطر ربما تنوال كذلك يمكن النار بعض ما إنيك. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل الجنة إنيك فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ. جنابذ اللؤلؤ يجي أما الدنيا ذي القبب دخل الجنة في قبثين من اللؤلؤ الذهب يعني الخالص يعني اللي فيه كي شغل ما دينا رون دالك كي قبب أما في قبثين كي ذي الجنة من اللؤلؤ. إنك وإذا بتربتها المسك قاعينس يعني فيها رائحة أما دينا المسك قاعينس الجنة فيها رائحة طيبة من المسك. إنك وإذا كذلك بنهر فيها نهر خاطر ندد نوليش يولك الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة وفي النار يولى كذلك ذي الجنة إنك نهر أشد بياضا داش بحان مليح أشد بياضا من اللبن كثرني يعني لون نس يغلب اللون النيفكي داش بحان مليح وأحلى من العسل يعني زيد خير تمنت. إنك وحافتاه حافتاه للدوكوتينس حافتاه قباب اللؤلؤ يعني اللؤلؤ يعني سده فاقي ذوران كذا كذا يعني شو يعني يديونتوري لي دوكوتين الانهارجي النهرجي إنك المجوف عليه إنك وفيه قصر من لؤلؤ. إنك فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر هذا نهر الكوثر الذي أعطاه الله أو أعطاه ربك. فضرب بيده فإذا بطين مسك أذفر أي رائحة طيبة أذفر يعني طينينس قاعينس وكذلك ناس وقد النهر يقدي فكر ربي عز وجل لا ذا سيفنيك دي وعد سيس في سورة الكوثر التي تسمى باسمه سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر. هناك هو في خلال الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة قيمي قلا يتولي شوي ولا يركل لي من آيات ربه الكبرى. إنك يعدد جيونهم كان كذلك وشم رائحة ذي الجنة دائما إنك يسرح يوثن رائحة طيبة. إنك فقال ما هذه رائحة يا جبريل؟ إيش تريحة يجي يعني يلهان مليح تفوت يوثن ريحة الجنة سريحي مليح. الناس جبريل هذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأولادها. الناس تجد الريحة ماشطة يجي لسن فرعون وثلا يعني يمكن قال كيثورا في بيت فرعون وقدراويس سعى القصينس فجبريل يحكي يزد القصينس الناس فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وما شأنها؟ الناس صلى الله عليه وسلم ما شو يعني امك تمطو ثقي يعني تشمد دكي الريحة هيك شو ديبوين شو تخدم يعني إنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال جبريل عليه السلام هي كانت تمشط يعني تشمشاض لبنت فرعون يبس لا تمشاض كاكي انت لا مؤمنه لا تمشاض اذ سقطت المدرة تمشط ثغليس من يدها ثغليس القاع انيك فقالت دميتت ند بسم الله اذن ماشطه ياكي اني فقالت لها بنت فرعون اللي سنين فرعون ثلاث تمشاض خاطر ماشطه ياكي اللي سن فرعون نظن ثلاث تمشاض بما لم مشطوح في اللاس كذا. المهم انيك فقالت ابي بسم الله يعني ذبفا باسم احتفظ سيقارد فرعون لقد انا ربكم الاعلى الي قار فلقيتني سنين يعني ابي يعني ذبفا. فقالت لها الماشطه لا ولكن ربي وربك ورب ابيك يعني شغل ايماني خلاص يفرد يعني مش قارن يوني يحبس مي سد سبا خلاص ما اظهرت الايمان. الناس بنت فرعون اولك يا رب غير ابي صاد يعني رب ماشي رب نظام ماشي ذفا. قالت نعم ربي وربك ورب ابيك الله. الناس الله ضربي إنون كيني ربيني مكميني ضرب فرعون. إذا أنا فرعون أجي معاوش رب يجي كلام يعني عظيم بالنسبة إلى فرعون خاطر فرعون يعني ماشي كان يعني مدينة فرعون معناه ينس ولاش كثريس وين يكفرون كثريس فجي إنيك قالت أقول له إذن أضرح حسيني غي فرعون إذا ذا أشو كدنيض. الناس قالت قولي له روحي نس.
فدعاها فقال لها سولزد فرعون لماشطة سولزد إنيس يا فلانة أولك رب غيري صيد رب النظن يكذن كني رب العالمين أنا ربكم الأعلى ثنيس قالت نعم صيغ رب مشي ذكشي ربي ثنيس ربي وربك الله عز وجل الذي هو في السماء إنيس ربي نكيني ربي وإذا ربك شيني ربي أثن ذجيني الله هو ربي وربك إنيس فقال كما جاء قال جبريل فأمر فرعون ببقرة من نحاس بقرة من نحاس مدينة يعني يعني دي حمول حاجة ولكن ساعة الصورة من البقرة ولكن في الحقيقة دي حمو أماني وكن أثني النار داخلني دي حمو يعني الحيلة مقرص مليح سنحاس إنيك فأحميت ثم أمر بها لتلقى هي وأولادها فيها فقالت له الماشطة إن لي إليك حاجة يعني صار مليح من داخل وكانت القرار داخل أذمثن داخل الحاجة جيز نديه هجة إنيك الناس ولكن سيوت الحجة أشوت قال وما هي قالت أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفنه مي زول يعني أمي قال لك ثورة السومي وكل قيمة كان العظام الدم دوك العظامات ني يغسن النير كلي ينو غسني بوراويو ريثن ذي القاعة دفنيثن إني طبعا يعني فرعون وزماسنا لا قال ذلك لك علينا لما لك علينا من الحق صاد الحقاقي يعني في كاس الحقاقي إني من الحق فأمر بأولادها فألقوا في ذلك الإناء بين يديها سمس تتسولي واحدا إلى أن انتهى ذلك إلى صبي أمزورو والسين وثلاثة أنا مدي قيم أن جاروني إلا مازال يرضع لكن مش صبي مليح كان مازال ملتصق يرضع من أمه استضاء اليماس مازال إنك وأنها تقاعست وزمرارة من شدة الرحمة وزمرارة يعني سكت كثير القر داخل بومني وكنذي مث مثنس إنك فتكلم الرضيع يهضر يعني قول ذا مشطوح إنك يهضر ناس بإذن الله تبارك وتعالى يعني يتكلم بإذن الله قال لها سوسنا يا أماه قعي أي لا تقاعسي قعي يعني قيمك إني فد وقيلك على حق ولا تقاعسي اصبري فإنك على الحق اصبر إني يسقلك على حق اقتحمي فإن عذاب الدنيا اقتحمي يعني كميني وقذن كيني أنا نكشمر داخل إنيس فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة إنيس العذاب باقين دونيث مشطوح في العذاب اللي يتراجع العباد يوم القيامة مشطوح العذاب باقين فهو أهون ثم ألقيت مع ولده إذ قيث فرعون سل أمة قيثين مساقي أقذن ميس داخل ومن اللي تزاقن مليح هو كنا أذن ثاني يتخلص منها ومن أولادها إن فكان هذا أخشش قيد يهضرون من بين الرشيد يهضر اسم الله مشطوحا وهم 4 من بينهم عيسى عليه السلام يهضر الصبي إلا مشطوح مليح فتحدث عندما يعني ولدته مريم عليه السلام ليرد الشبهة أنه ابن يعني مريم عليه السلام وهي معجزة الله عز وجل وجه عيسى عليه السلام وابن ماشطة بنت فرعون وصاحب جريج وولد المرأة التي ألقيت في الأخدود نبوتي ديوباز كذلك اسمي يفاتني النووينا قصة أصحاب الأخدود إلا وخشم مشروع كذلك يدي هضران اسمي مسوات فات ولا الفير إنيس لا يا أمه فإن على الصراط المستقيم على الحق يكشم كذلك في النار إذا تجد القصة رائحة الطيبة رائحة إذا القصة كفدي الدنيا تكمل أم يدخل العلماء ذي الآخرة تكمل في الجنة ماشي تخلص إذا خلاص انتهت القصة لا العلماء قال ديك فوت الدنيا ولكن تكمل القصة إذا ربي كملت في الجنة يون أرثيمس تتولد رائحة طيبة في الجنة شمها الرسول صلى الله عليه وسلم يسرح الرائحة يقين ماشطة وقدر رويس هو يعني
يدوسن في قضية الجنة. إنك ومما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم شوالة الجهني تسنث ثمس إنك فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في النار يولى غير ثمس داخل ثمس إنك فإذا قوم يأكلون الجيفة لن كرمكم الله ولك العباد الستن الجيفة ذاك السم يعني خسرا هذا مرضوس ما يمثكني هذه اللي يصير كذا فرنت الميكروبات والفيروسات وكذا هذا غنثيو كاوين كذا إنك لنا الستن أكسوماكي خسرا الجيفة يأكلون الجيف. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء يا جبريل أنوثنوا كذا يستن الجيفة ذي ثمس. فقال هؤلاء يأكلون لحوم الناس ذو قد نستن أكسو من مدن ذي دونيث وقد يهضرن أف مدن أكسو من مدن وليمكن ذي ثمس عظيم أمر عظيم. إنك هو من بين هؤلاء يرى كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رجل أحمر أزرق أحمر يعني من حيث اللون وأزرق من حيث العينين يعني الناس اللي زاون والجسد نص تاروكا يقال أحمر جعدا شعثا أمشي يعني إذا رأيته قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا عاقر الناقة وقي من بين وقذ النيل الكفار نيم قرانا يقلن في قوم صالح اسمي زندي فكار ربي عز وجل لا معجزة الناقة اسمي سنن أنوك جيك زمان هذه والله الناقة الله إنك يروح الغرس أشقى الناس يروح ندم زوارو يوكنت النار إنك واقي ذني ذا جزني مزوارو يروح يوكذ الناقة صالح عليه السلام وهو في النار ولث الرسول صلى الله عليه وسلم إنيس إذن قال هذا عاقر الناقة ناقة صالح عليه السلام. وكذلك مما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم إنيك مر على قوم تقرض شفاهم شفاء شنفين سن وألسنتهم بمقاريض أما يصل كل يعني تشفانك بمقاريض من نار. فقال من هؤلاء يا جبريل؟ أنوثن كذا يعني جبدناك يعني تسفرين يا جبريل. قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون الذين يأمرون بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. إن يسوق كذا كذا ذو الخطباء مش نسمى العلماء علماء السوء أتفض يعني يفتو أتفض يحفظ أولنا ربي عز وجل يحفظ تصل الأحاديث أسني قارئ بدنا نخدم مكة وخدم ملكة من تسوي يخدم مالا شو سنقار وما إلى الناس نخدم مال الحرام من تدم زورت يخدمن يعني يأمر الناس بالفرائض والسنن وهو لا يؤديها وينهى الناس عن الحرام سنقار خدم مالا نشتاقي انت تدم زورو يخدم المحرمات أفين شتاقي وارتي لظ الإمام إيوارات تسالي صفل المنبر تولي دوك الناس سنتين مدنا كي أو يالين دز لنا طاس الحسن أذالين ولكن وزرنا بلك ولكن الحديث ذاكي وهذا الحديث ذاكي زندنا 21 دقيقة أمن كاين ذاكي كيف على كل حال مسؤولية تقريبا نصها أسف 20 دقائق كل مرة تقاري بدنا خدمة أسابيع وكتولي شحال خدمة ثورة ذيك واش زندني الخدمة أتزفض ربما تخدم ضرا 20% أسنت قادو خدم مالا شحال كل أسبوع هذا فضل شحال كشيني هذا فضل ربما أشحال الأمور يتخدم الطرميل يشوز ولا قاد تخدم النطاس إن يسوق هذا إن شاء الله لا يجعلنا الله منه علماء السوء يقولون ما لا يفعلون قارن دشو خدمنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم عدد كذلك سكرا العباد سعن الأظافر الشان مقرن من نحاس سنحاس مقرن إنيك يخمشون أخبشني منسن يخمشون وجوههم وصدورهم أتخمشني منسن يعني أخبشني في قان كوني سي الشان سن يعني سنحاس يعني أتخمشني منسن كي الأظافر سن سي شان سن وجوه والصدور
أقادوا من السن أقذ إذمر السن إنيس قلت من هؤلاء يا جبريل أنوثنوا كذا كي يخدمنا كيك قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم يرند الرسول في أمزوروني ويقعون في أعراضهم وكذا يخدمنا الغيبة والنميمة هدرنا في الشرف المدن في العائلة نسن يعني يشوهون ناس يشوهون السمعة نسن ينقصون منهم ربما يستهزئون ربما صبون تنيدسي مكان نسن وكنتنا أيها الناس ربما أقل وكذا إذن ينتهكون أعراض الناس وينتقصون العباد وقد يخدم الأحكام ديال يعني ثورة يتندم يعني يوم القيامة شو يخدم فاش كذا دليل واضح كل يوم هذي ولي إيمانيس هذي ولي كان إيمانيس عند قليث هذي ولي شو قزمة هذي يخدم أم كيرنوا الإيمان وهذي يجمد أم على حالهم إنك ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة والنار ثم عرج بي كما جاء حتى ظهرت كما ذكرنا في سدرة المنتهى. هذه الأحاديث كذلك رأى قبلنا عندنا الدردقي لا عند أحاديث كذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى مما رآه كذلك أكلت أموال اليتامى ظلما إنهم كذلك له مشافر كمشافر الإبل إيش فين السنوار الإبل يعني قال الجمال يسعى إيش فين مقرن مليح إنك كني ويقولك كذلك في النار إنك ويقذفون في أفواههم قطعا من النار كالأفهار فتخرج من أدبارهم إنك ولا العباد كذلك إيش فين سنش ثلاثا كثنتني دي ثيمس الملائكة ترقت يعني شو الأجزاء يعني ثيمس المهم ثيمس سيق مش نسن وكش من الداخل وتفوند كرمكم الله من الوراء يعني ثيمس أقموش نسن أكني وهو يتعذب في النار إيش نفير نسن مقرن مليح أم إيش نفيرن نلغمان وهم يقذفون من بالنار كالأفهار إنيس وقال واثن ثم شرح أنه وقال السن يصور الدين من اليتامى وقد يتسوين يعني وجيلا أسنتشن صور دين السن مثني مازالت مشطوحا ساني على فافاس ربما يسال على فافاس يماس انت سنيت وقبل هذه يمور سما يمور ودي تفرا شيء الناس وقد يوم القيامه تشنيذا نار في نار جهنم وكذلك إنك مما رأى أن الذين يأكلون ربا لهم بطون كبيرة يعني ولكن ساعان يعني يعبط سن مقرن مليح أمد ساعد المدن سفلان سن وزمانا وكذا الديبلاصي زمان هذه اللحون خاطر يعبط سن مقرن مليح إنك لا يقدرون لأجلها أن يتحولوا عن مكانهم ويمر بهم آل فرعون يعني وقد يقول لك فرعون يكتب عن فرعون إنك حين يعرضون على النار فيطؤونهم يعني عفسنتن ناس نور أنوث وقدقي إكستن يصور دين الربا أكلت أموال الربا خطر الربا أشو تسوض الحق بيض في الحقيقة سيني ضخ 1 مليون أريد سيني مليون أقد فكا كذا أيدر ضعفين أنا ما يغالي يعني مسكين تسادي اللي ديجا فقير هذا حد يرضى لي صور دين خشتيني سنوض سيني أريد بلوس نتسدي جاي سعارة ولذلك يوجد ظلم كبير جدا تفضلت تشرب أموال في الحقيقة للفقراء خاطر وين يحنا ديرض مش دوين يسعان اون جينيرال دوين يسعان لا شتي استنوض يعني استنوض بلوس كشو ديرض وقال ناس وقال يقول لا الرسول صلى الله عليه وسلم هم أكلة ربا إنك كذلك ولا العباد إنك إلا وكسوم أكسوم ضروات طري يلها يخسرارا الناس الجهة النظام إلا وكسوم يخسر نتين ويعني جانك سوم مني الهان يقلان في الجهة وروحنا وكسوم مني خسران نتين تريحين أم الجفاد الناس قلنا لحم غث منتين تريحي
إنيس أنوث وكذاكي يا جبريل إنيس وكذاكي من أمة الرسول إكسعان الزوجة ذك خام أضروح ندخل من الزنا وتلاوي النظام الجان الحلال الطيب الطاهر روحا الحرام أكاكي يوم القيامة نفس الشيء حاجة يعني طيب جانت رحنا الحاجة الممكن الغث الذي يعافه الإنسان أثي عافية وين ما إلا سكرا سيد ثورة ويزمير أثيتش ولكن يوم القيامة أثيتش دوينايتش ما دام يجا ثمطوث الحلال يروح أرث مطوث يحرمن في اللانس ويسعنا يدس علاقة صحيحة جائزة شرعية من عقد صحيح هذا حورس. إذن يوم القيامة ربي عز وجل كذلك سنفك الجزاء إنسان هذا هو جزاؤهم. ولا كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمور أخرى كثيرة والعلماء يعني يختلفون شوية هل ولو كشود يحكى الرسول صلى الله عليه وسلم ذي الأحاديث نس يوم الإسراء والمعراج نعم إلا غشو زديوسن ذي الرؤيا خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم اللي تولي من الوحي عن طريق رؤيا أتصل أمور قولا أديك صباح سنيني أنا رأيت في إثيمس كذا كذا كمدن يتعذبون مرة سنيني ولا عضي. فالعلماء يعني المسألة يجي أسكي ولا كل شيء ذاكي يعني الأغلبية قالت لا ولكن هل رأى في إسراء والمعراج؟ نعم. أغلبية العلماء قالت ولا تصل الأمور من بين أشد النبوين كوني. إذن هناك كثير من الأمور ولكن يولثنا الرسول صلى الله عليه وسلم في غير الإسراء والمعراج يولثنا في قارن ذي رؤيا أديك الصباح سنيني كذا أردقي أن نحفظ ربما بعض الأمور التي رآها الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ما زالنا دائما في الإسراء والمعراج كفارة ما زال في المعجزة يجينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن من بين الأمور المهمة كذلك انظر في حادثة الإسراء والمعراج أن ربي عز وجل يفرض في الرسول صلى الله عليه وسلم صلوات 5 يفرض الرسول الأمينس في ظلين جيتيس 5 نفعك بدنا نوع في شو دننا ربما ذي الدرس قاعدان بلي العلماء قارن الفرض الوحيد إدي فرض ربي عز وجل هذيك جني تصليش أما الزكاة الحج والصوم ذي القاعة ألا تصليش العلماء أتصل المعون يقلنا فيها ثم زوالوث قارن عظيمة الصلاة لا يجوز أن يتركها الإنسان ولا قرات يجي الإنسان عظيمة تغلف يعني الفرائض النظام إلا قلاب ذي الظالم مهما كانت الأمور أما يهلك أما يهلك أنا أما مسافر أما ماشي مسافر أما يوجد أما يوجد أنا أما إلا ذي الظالم مهما كانت الأمور بغض النظر نكون نهضر ذي الجماعة مش ذي الجماعة سورونا من حيث الأفضلية والدرجة إلى غير ذلك أنا هضر أنه لا بد أن يصلي لا فاش ربي لعظمها عظم العبادة يجي فرضيت ذيك جني ولا قارت يجي تسناث أمكن ولا يخفتيد ربي عز وجل في لنا إوا كنود انت ولا سنين زميرارا نزمر 5 صلوات كي ماشي أطاس في اليوم فهي بعض الدقائق مجمعة نتيد سي أبين اون دوميور ما تصير كو تتجمع في نصف ساعة تتجمع ماشي معناها تتزاد في كلته هذا تتجمع يعني من حيث الوقت التي تدوم شحال يعني أتساوي تفض ما تص نفس الساعة ما تص إذن يوم لقد يخدم تجي المسألة الأولى ولذلك كل يوم من الحقيقة مسؤول أن يدعو مدنا الظليف أن يدعو العائلة أن يدعو الجيران أن يدعو خدام أن يخدم الظليف تدعو الظليف جديد الصح أتصل خطرني بوندون يعني ماني دي فرا يحمل مدنا حمل الناس نتهضر مي مع وحمل الناس نتهضر في الظليف إلا خشينا تزال بك تزال إلا قبل تهضر ماشي في الحاجة نعم لأن كرا فاقي ويضا في الدنيا ويضا في كذا إلا هذاك يتسوب لك تزال الصح ما تحمل ضيون تزال فاش تصدعوا تمزوارو تجي تمزوارو ما فات تصدعوا ضيون دعوة تزال أعطى ما يزال اسمى دي سال الجماعة اسمى غير القرآن نادي تشجع شوية المحرمات كذا واش حوس على السنة ضوقي حرام وكذا أو يدي الظال مو الظال لا سبق السنة ضويلو ايش السنة تي جاء أكبر العبادة دي فرض ربي تجني شتو هذا في الأمور نظام أتفضل كرا هضروا لا في الأمور السنة أنت يخدم الفرض اشتيلات أسي هضر في السنة أفاقي أو يتدبر دي الظال أتصم الدنيا يعني وين المهمة دي دو ماشي المهمة دي دو المهمة دي الظال ذي مثل يتظل
ولا قالت دي تورني لو فري بوتيني الهدف اساسي اسد عظم الدين ظلن ما الا حملت الصح وكي وين يفهمن دينك كي اكديني في سنه العلماء قال دي فرضيتي ضربيك جني يوكل الروح لنا اتسحر دينا يعني نعلو من الناحيه الروحيه وتميل القاع الشهوات خطريه جبال القاع نكوني لق الجانب الروحي من الملائكه جني صار ثاني ضربتي الجانب الروحي اندله الملائكه فكي فرضيتي الذنه فاش يوني ما يتظلى يتسالي الجانب بينس الروحي النفسي يتسالي اريجني خاطر ربي ذينا يتيدي فرض في الثلاثه العلماء قال دي وكن نخدم تظل تمثيله الا قاس نفكطس القيمه الاهميه الا قاتيني ماشي كان ذي الحركات الا قترض كفاسك الا قفاسني هكا الا قدرني هكا الا هكا لها سنن ولكن اللب ينسى ماشي ذي الحركات لا نزيك وكذا عبدنا ربي ربما سيغيمي ربما ثبتني ابراهيم سيك في الدين للحديث الصحيح المعنى ماشي هذه الحركه مليح المعنى ذو الجانب الروحي ادهق ايمانيك اتخشع ذي ربي عز وجل اتزادش الدغريض يعني تجل الامور الدونيث تخمير نعرف لازم ذوقي الجانب اصحان يتزلف ذوقي القمام مليح نتزلف ماشي الحركات ان تعصن مليح ايمانيك كذا لان كي خاطرني كذلك تعسن كان تيجي صحيح تيجي خاطر الرسول اني يصلوا كما رايتموني يصلي باش يتزلى وانا كيف بغا سي تو طافي لوجيك ولكن ماشي المعنى نسبار مليمتر هذا نسوي ولا كذا نوليو ماشي واقي جانب شرعي مهم صح ولكن ما هو اهم منه انها فرضت في السماء الجانب الروحي يفرضيتي ضرب ديك جني الا قطعوا القيمه ينزل الا قتشخشاض الا قوينا الاساس ما تتزلط ماشي الجانب باقي الفقهي وينات الدرسات وكتي السينل وكتي تزليتينك الصحه اذا تزليت مهما نهضت فلاس العلماء في قضيه الاسراء والمعراج رقم واحد حاجه مهم جدا ان احفظ ارغورس تزليت قد فضل ربي عز وجل ذيك جني خلافا في الفرائض النظام ورغم ذلك العلماء قالوا لك المسلمين يتهاونون فيها تولي اغلبيه يعني يتفلطس تظل نارا اللهم اغفر ربي عز وجل رب القيمينس ولكن لن كرا وتظلنا رغم ذلك. المهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة بعد ما يولى كنشتني يوالد القاعة يوالد مثل المسجد الأقصى يركب البراق نفس الأمر يوالد مكة المكرمة ويعدد كي قال كي ثورا ميدي عدا كي العلماء هضرن المساله دي يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم يعدى من حيث الجبل من حيث شقوال ذي الصحراء يلحوا الى غير ذلك تجي المساله ان نولي ثورا سمى شويه 5 فقط هناك فلما وقفلت النقطه كذلك في الظليف دائما ان النبي صلى الله عليه وسلم أزكين العلماء يصب كذلك جبريل عليه السلام يستعمل مسي الرسول صلى الله عليه وسلم أوقات صلاة يبود أوقات صلاة يظل كل صلاة وقتين أما دي ثورة غادي يعاود تظل كل صلاة مرتين هو كازدي بين بليك صلاة مثلا الظهر أتفذو كذا غادي يكفو كذا مقارن العلماء الوقت الاختياري والوقت الضروري يبين دي الرسول صلى الله عليه وسلم كل صلاة إملمي لقت الظل تكملة إلى ما فرض في السماء وكذا ذي الزر الرسول صلى الله عليه وسلم كيزر ثورة أشهر الأوقات أشحال ركعات أمشي إلى غير ذلك إذا ينزل جبريل عليه السلام من بعد إسراء والمعراج يزول الرسول صلى الله عليه وسلم صلواتك الخمس يوكن هذه الزر الرسول صلى الله عليه وسلم أمشي الزر إمل ما يزال أم هذه الزل وإمل مي أي الزل من حيث الوقت ومن حيث عدد الركعات إلى غير ذلك يعني بينزل أمشي قال لا سويت نتظليث من حيث الأركان نص والشروط من حيث الوقت إلى غير ذلك مما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث ذكوفير ميديا الدميد يغال سي المسجد الأقصى إلى بيت الله الحرام مكة إن ياك فأصبح وقد أخبر ميدي بتصبحني الرسول صلى الله عليه وسلم قبلت نهضر فاش تاقي إن ياك صبحني ميدي كر الرسول صلى الله عليه وسلم يفاضس نهضر قريش إفاسنيني ثنا شويضان إلى غير ذلك إلى يتخمم الرسول صلى الله عليه وسلم أم كسنيني
خاطر لان ثوران كيرا يسيدفن السنين سي بافري لان كيرا ربما الكفران ذوان الدفير يرتدون. وحقيقة هناك يعني اسيني وقع يعني اما ديالو ناس خراف يروح على المسجد الاقصى المسجد الاقصى يروح على يجني ولا وقال ضعيف الايمان ان العلماء ديالنا كيرا كاين جديد نني يرتدن في الاسلام اسواقي يعني وقيلا مجنون ميدقان وقيلا قريش وقيلا وكاين امور كاين. ولذلك كاين النبي صلى الله عليه وسلم لما اصبح وقد اخبر بما كان يبدا يهضر كيقدم الدن بذلك إنك وسع الناس بذلك مي يهضر كلي لأن كرا روح مباشرة أبو بكر الصديق مثل أن أصلا مش دينا يركلي روح يوكل بكين ظانا أنوام زوارو المؤمن قوي الإيمان أبو بكر الصديق. وحنا غرس فقالوا له هل سمعت ما يقول صاحبك صدق شو دينا أم داكليه يزعم أنه أسرية يزعم يرى منسة أسرية يعني روح ذكر إنك بالليل يعني من بيت الحرام إلى بيت المقدس يسا شو دقر إنيس فقال لهم أبو بكر أو قال ذلك ما زوسنا نرى أسكيو لريجني ناس كانت دي قرب لي كي يروح سي الكعبة سي مكة القدس يا أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق إنيس أقال ذلك إن يعني كان حقيقة يعني فاسنيني وسكت بمرة قالوا نعم. قال لئن كان قد قال ذلك فقد صدق ما يندكن سي جوست يروح. أبو بكر الصديق سقوسني سمانا الصديق أبو بكر الصديق سقوسني يغال يصدق ويصدق الرسول إنيس فإن قال فقد صدق. قالوا أتصدقوا أنه ذهب ليلة ينقض يروح إلى البيت المقدس وعاد قبل أن يصبح يولد وقبل صباح يروح ذكي وقبل صباح ثاني يولد زان نوثنا شحال يقلق قناه تروح الدواء زان شحال الشهور تخدم شهور سي دي موا يخدمن. قال نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك كاين يتسمنا أكثر بونش ثاقي إنيس إني أصدقه بخبر السماء في غدوة ورواحة إنيس كاين تسمنا ان فراكسيون سكوند يتويز الخبر سكجيني تمنا يعني سكجيني دي تسلومور. إذا المعراج هذا يكشم دكونش ذاك في الحقيقة خاطر كاسيني المعراج سيني هي كيف خاطر الناس كيتسمى نفس الوحي يدي تنزل ربي عز وجل سكجيني في بعض الثواني. إن ثم النبي صلى الله عليه وسلم بقي حزينا أمشي يخدم ميكس لك يكو هدرن إن كان يدعى أبو جهل تمس إنيس يشد الغرس إنيس في غير كذا إنيس ودي فالا حكاية أنه أسري به إلى بيت المقدس. أبو جهل استغل الفرصة إنيس يعني ولا قد قرض صحيح إنيس نعم أسري به في الليلة وغلاد وأعرج به إنيس كوك دواغ الكفار نيكوس نتهضر أدعو ذاك إنيس نعم إنوا سنيني لا أبو جهل فاسنيني باش أذكفرنوك مدن يجمع زدن بعد يركن لين القبائل ني قريش والرسول صلى الله عليه وسلم يفداز يقرأ كل شيء أمهي قروح أمهي يروح عليه النيل الإسراء والميعراج يصف كل ما رأى إلى غير ذلك. من بعد قريش تولي الشيخ شافنا نشفي معليش بعض الدقائق الناس من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أشو زدنا نسمي له حقيقة تروحوا البيت المقدس الزران بلي كان الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عمر يروح المسجد الأقصى ويسيناو كم هي خطر يفعل مليح فلسطين 1000 كيلومتر ما أكثر من 1000 كيلومتر يروح على الشام يروح على بيت المقدس. الناس ما ينصح تروح على بيت المقدس وصفنا أكيد الرسول صلى الله عليه وسلم يوصف كان شويه كي يبدا اسقال امشي ايجيوك يتسو لي ديتاي يروح صح ولكن يتسو نسيا الامور الامشي جاو كل يمشي يدور امشي يفنى لي ديتاي انك فكنت ادعو الله عز وجل يوكن يعني ايديك يعني الجواب امشي انك فاذا المسجد الاقصى الجمعني يبغى يصير ضرب يتسمى سكاكي اون ديريكت اي الدواري وكل سمس فالرسول صلى الله عليه وسلم يصفوه إن يسنا ثاني لا كذا ثاني هي كذا يكتب قيس كذا يسعى رفعان الحيوط سياقي يسعى ثبور سياق أي توالي ويصفوه
ياسن بليسكو سا ياسن زران أثن هنالك العير يوث القافلة السناث أدست متأخرة أدك شم يوث بار إكزومبل الزكاة يوث النيون خاطر روح السنيون الإبل التبعان أدك شم يفلازم توصف ولا القوافل اللي دي تسنا كنيسة الشام يوكنا دك شمت مكة المكرمة. فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يصف إملمي أشوي لنت داخل يصف حتى أم يقال لك كيثورا لا كولور نست كاين مثلا أوراق كذا يعني في كذا الأوصاف الدقيقة في كذا لا عاش سني روح عند كوفريد يعني مستحيل أذن كريون بعد ثغرة المعجزة الإسراء والمعراج. ولكن كيقال هم عنيدين في الحقيقة. بقى أبو جهل يقيم في الكفر ومات على الكفر ومات يعني معظم الكفار مقرحا في الكفر وماتوا في غزوة بدر كما رأينا. إذن باختصار شديد ثلاث نقاط مهمة في الإسراء والمعراج. النقطة الأولى العلماء قارند أن الله عز وجل يريد أن يري الرسول صلى الله عليه وسلم العظمة ينس وما خلقه الله عز وجل السيوري الرسول صلى الله عليه وسلم آيات الله الكبرى يوارز الجنة وراه النار وراه الناس وراه صدرة المنتهى ثقيل نقطة مزور ربي عز وجل يوارز الرسول صلى الله عليه وسلم العظمة ينس والخلق ينس أين يدي خلق ربي عز وجل. في سنة العلماء قارن كذلك من الحكمة الأساسية أن الله عز وجل يورث الأنبياء بلي كذا مثلا جالسا يركن لأبوهم آدم عليه السلام فاش كذا مزورو قوالا يولا إبراهيم وهو أبو الأنبياء يركن لقرنز السلام يعني لابن الصالح والنبي الصالح والأنبياء كلهم إخوة فيما بينهم يركن لفاف السنيون وسندوكس آدم عليه السلام. تجي نقطة في السنة فاش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الأنبياء. نقطة في الثلاثة تنقروث أن العلماء قارنت أن الدين الإسلامي الدين الفطرة الدين الذي يتماشى مع الإنسان. فاش الرسول صلى الله عليه وسلم اسميك اختار اللبن وقال له فقد اخترت الفطرة وقد هديت إلى الفطرة وهديت أمتك إلى الفطرة. إذن الإسلام دين الفطرة يتماشى مع الإنسان يكشد إفراد ربي عز وجل قيس ونقلق نلعب الإنسان هذه تبع. ندعو الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. ندعو الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.